ازاي نستخدم الكراكليه افضل استخدام ممكن؟ اولا، ايه هو الكراكليه؟ الكراكليه ده عباره عن ماده بتعمل تشققات في اي لون انت عايزه، بس في الحقيقه التشققات دي مش بتطلع غير لما تعمله بتكنيك معين. طيب ايه هو التكنيك دوت؟ بعد ما تعمل الباك جراوند بتاعتك ايا ما يكن لونها هيبقى ايه، تبدا تفرش الكراكليه ده بس بطريقه منسقه، يعني تعمل سبعات وثمانيات او تعمل خطوط طوليه وعرضيه. اهم حاجه يبقى عندك نسق تمشي عليه، لكن لو مسكت الفرشه وقعدت تلف بيها جوه اللوحه او الصينيه او البوكس اللي انت بتعمله كراكليه، للاسف التشققات دي هيطلع شكلها من اوحش ما يكون. فالتركه الاساسيه اللي هتطلع لك كراكليه شكله حلو قوي انك تعمل نسق موحد تمشي عليه من اول القطعه لاخرها، وساعتها التشققات بتاعتك هتطلع شكلها جميل جدا وملهاش حل. طيب هل بس نستخدمه في الديكوباج؟ لا طبعا، الكراكليه نقدر نستخدمه في حاجات كتيره جدا جدا، بس لو انت عايز افضل استخدام استخدمه مع الوان الاكريليك، وبعد كده ضيف بقى عليه ريزن شفاف عشان الايفكت اللي هيطلع هيبقى مبهر. ولحد دلوقتي مفيش حد استخدم الكراكليه مع الريزن. تخيل بقى يبقى عندك قطعه كلها تشققات وعليها طبقه ريزن شفافه من فوق، تبقى حاجه خرافيه. وما تنساش لو انت عايز نصايح اكتر عن مجال هاند ميد اعمل لي فولو، هتلاقيني بقول لك نصايح مهمه جدا.